تعالى اقول لكم اغرب قبائل في العالم. تعرفوا ان في قبيله او قبائل، بس هنتكلم عن اول قبيله فيها. قبيله اسمها قبيله الصرامه، تعيش منعزله تماما عن العالم. اه والله زي ما بكلمكم كده. قبل اي حاجه معاكم اختكم ايمي، نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونذكر الله يذكركم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ومع اول قبيله انزل حط لايك، وما تنساش تحط لايك وتشير الفيديو ده. قبل اي حاجه في قبيله، اول قبيله هنتكلم عليها اسمها قبيله الصرامه. قبيله الصرامه دي يا جماعه منعزله تماما 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 تماما. تعيش في اقصى جنوب اثيوبيا وعلى حدود كينيا والسودان. القبيله دي عباره عن 30 ألف نسمه. القبيله دي بقى تتميز بايه يا جماعه؟ تتميز بان بالبلدي كده. القبيله دي، ولا عايزين اقول لكم باللغه العربيه ما تفهموش حاجه، خلينا نتكلم كده باللغه العاميه. القبيله دي من الاخر، من ميزة الجمال المرأة عندها إنها لازم تحط حلق، مش حلق في ودنها، تحط حلق في شفايفها من تحت زي ما انتوا شايفين كده. والحلق ده بيبقى دايما بيبقى كرسي كده حديدي أو كرسي خشبي، هو دايما بيبقى حديد أو خشب. الكرسي ده يا جماعة بتشيل سنانها من تحت وبتحط الكرسي ده، ودي من علامات الجمال في جمال المرأة في القبيلة دي. طيب كل ما كان الكرسي أكبر، كل ما كان الفتاة دي أو العروسة دي بيبقى مهرها أغلى. ليه؟ لأن هي بيقولوا يعني هناك في القبيلة بتاعتهم إن ده بالبلدي كده، إيه ده الكرسي بتاعها اللي هو اللي تحت ده كبير، ده شكلها من عيلة غنية جدا، فمهرها بيزيد. يعني كل ما تحبي مهرك يزيد كبري في الحلق اللي في شفايفك ده. وساعات واحيانا يحطوا حلق في ودانهم من تحت، مش حلق زي ما احنا بنلبس، لا حلق كبير كده. وزي ما احنا قلنا انها بتتميز، كل ما كان الكورس ده اكبر كل ما كان المهر العروسه اكبر. طيب هل لو الزوجه دي، لو العروسه دي اتجوزت وجوزها توفى، بتعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده، الكورس ده بيتشال خالص وبتقعد شفايفها عامله كده. طبعا ما هي اكيد بتبقى شايله اسنانها من تحت وخلاص الشفايف بقت مدلدله، فخلاص اوكي ان هي ما عادتش نافعه ترجع مكانها تاني، فبتعيش بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ده كحداد على زوجها، كحداد على زوجها. طيب احنا اتكلمنا معاكم بالبلد. تاني قبيله معانا اسمها قبيله الكيان، اللي هي القبيله دي. قبيله الكيان دي يا جماعه تقيم هذه القبيله بين بورما وتايلاندا. القبيلة دي بتعيش بين بورما وتايلاندا. طبعا ده مش بتعيش جوه، لا هي بتعيش على حدود بورما وتايلاندا. طيب القبيلة دي العدد بتاعها 200 ألف نسمة. 200 ألف نسمة، منعزلين تماما عن العالم، هم منعزلين تماما عن العالم. طيب انا عايزه اعرف، هما بيوصل لهمش اي تكنولوجيا؟ لا بيوصل لهم، وفي ناس بتروح لهم وبتصورهم. ما هم مش اكيد هم اللي مصورين نفسهم، في ناس كتير بتروح، بس هم حابين حياتهم كده وعايزين يعيشوا كده. طيب طب ايه مميزات قبيله الكيان دي؟ تتميز قبيله الكيان دي ان بيسموا هناك بيسموا زوجاتهم بنساء الزرافات، يعني الزرافة، يعني الست هناك بتسمى الزرافة، أو إحنا أو الناس اللي تعرفهم بيقولوا عليهم قبائل الزرافة، اللي هم نساء الزرافة. ليه بيلقى عليهم اللقب ده؟ زي ما انتوا شايفين كده، هما بيحطوا الحلقان على رقبتهم. من عمر كام سنة يا إيمي؟ من عمر 5 سنين بيبدأ يركبوا لها من 5 ل10 حلقات. يعني من عمر 5 سنين بيحاولوا لا مش بيحاولوا، من عمر 5 سنين بيركبوا لها من 5 ل10 حلقات. طيب وبعد كده، بعد كده كل ما بتكبر في السنين كل ما الحلقات تزيد، لحد ما الحلقة بتوصل ل25 حلقة أو أكتر. بتوصل ل25 حلقة أو أكتر. هي بتبقى من أول الرقبة هنا لحد الرقبة من فوق. طبعا هي ما بتركبي الحلقة دي من صغرها، فالرقبة سبحان الله هي بتزيد طول، يعني بتفضل الرقبة تطول تطول عن الإنسان الطبيعي، فعشان كده لقبوهم بالزرافات. الحلقان دي ما بتتشالش خالص يا جماعة تماما، وبتفضل طويلة جدا وبتفضل على حالها كده. طيب ب... دي من علامات الجمال عندهم. هي دي من علامات الجمال النساء عندهم. يعني لو راحت لهم واحدة طبيعية كده او شافوا واحدة، ايه ده رقبتها قصيرة، لا 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 لا.
احنا عايزين ظرافة، عايزين نتجوز واحدة كده رقبة. طيب يعني هو ده من جمال المرأة. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف، بتفضل لابساه طول الحياة؟ بتفضل لابساه طول الحياة، على مدى حياتها بتفضل لابسة الحلقات دي. السؤال هنا في الفيديو الاول اللي هي قابلة الصرامة، انا عايزة اعرف لما بتحطي الحلق هنا، يعني اللي عارف يكتب لي في التعليقات، لما بتحطي الحلق هنا، يعني احنا ربنا جميل يحب الجمال، وخلقنا ما شاء الله بصورة جيدة، احنا ليه بنبوظ في خلقنا؟ فالناس دي يا جماعة في منهم بيعبدوا حاجات غريبة، يعني في منهم بيعبدوا النار، عندهم طقوس غريبة. أنا عندي قبائل تانية كتير، وأنا بجيب لكم معلومات وعندي، بس أنا حبيت أنزل الفيديو دوت، مش بحب أكتر عليكم فيديوهات، مش بحب أكتر عليكم دقايق، فأنا حبيت إن أنزل عليكم فيديو قصير 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 عشان يبقى خفيف على قلبكم. وأنا عندي كتير، لو انتوا حابين تسمعوا عن قبائل تانية وصور قبائل تانية، ادعموني بلايك وكومنت وقولوا ايه رأيكم في القبائل دي، ولو تعرفوا حاجة عنها يا ريت تعرفوني. ما تنسوش اللايك والاكس بلور والحاجات التانية اللي انا مش عارفة اقولها ديت، واقول لكم مع السلامة مع حلقة جديدة مع ايمي. باي.